بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. نشتغل مع بعض النهارده وحده سداسيه حلوه جدا وشيك وسهله وليها استخدامات متعدده جدا، يعني نقدر ندخلها في اكتر من مشروع. دلوقتي ان شاء الله هنشوف الخامات اللي هنشتغل بيها النهارده وهنشوف الادوات بتاعتنا وهقول لكم افكار نقدر ان احنا نستخدم بيها الوحده دي. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو انتم بتشوفونا لاول مره، وقولي رايكم في الكومنتات. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده باذن الله، انا هشتغل بخيط خيش عشان انا هستخدم الوحده بتاعتي النهارده في شنطه ان شاء الله، هيبقى معانا الشرح بتاعها او التصميم بتاع الفيديو الجاي. وهشتغل معاه بابره كروشيه مقاس 5، وعايزه مقص وعايزه ابره تنظيف. طبعا الوحده دي انت تقدري تشتغليها باي خيوط مناسبه عندك حسب الاستخدام ليكي، يعني مثلا هتعمليها بطانيه او كوفرت الاطفال صيفي ممكن تشتغليها بخيط قطن وتختاري معاها ابره مناسبه. ممكن لو هتدخلي الوحده في لبس شتوي او كده ممكن تشتغليها بخيط صوف. فاحنا هنشتغل مع بعض الوحده وانت تقدري توظفيها حسب استخدامك. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. اول حاجه بقى بعملها بجيب الخيط بتاعي كده وابتدي ان انا هعمل عقده بدايه وهشتغل 6 غرز سلسله. 1 2 3 4 5 6. تمام كده. دلوقتي انا هقفل الغرز دي كده مع بعض عشان اكون حلقه ابتدي اشتغل جواها. فهاجي عند اول غرزه خالص بدات بيها وهدخل بالابره كده وهعمل غرزه منزلقه عشان اكون حلقه. هيبتدي ان انا شغلي كله اللي جاي هيكون جوه الحلقه دي. تمام. عشان اطلع للسطر الجديد هطلع سلسلتين ارتفاع، ودلوقتي هبتدي اشتغل جوه الدايره دي غرز، بس هشتغل بغرزه الكلاستر، ودي بتكون اشبه في شغلها كاني بعمل تناقص بغرزه العمود. تمام كده. هنشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. انا طلعت سلسلتين ارتفاع دول هعتبرهم معايا كده بمثابه اول عمود. تمام. هاخد لفه على الابره وهدخل جوه الحلقه اللي انا كونتها دلوقتي كده. هجيب خيط واطلع. انا دلوقتي بشتغل بدايه عمود عادي، معايا 3 حلقات. هاخد لفه واطلع من حلقتين بس، ومش هكمل الغرزه وهطلع من الحلقتين التانيين. انا هسيب دول معايا على الابره كده وهاخد لفه تاني وهدخل جوه الفراغ ده. هجيب خيط واطلع وبعد كده هاخد لفه واطلع من حلقتين بس. يبقى انا كده كاني عملت بدايه عمودين وما قفلتهمش، سايبه كل واحد معايا على الابره. بعد كده هاخد لفه واطلع من ال3 حلقات كلهم كاني عملت بيهم تناقص. يبقى انا كده عملت اول غرزه كلاستر معانا. انا حسبت معايا سلاسل الارتفاع كانهم عمود في السطر، يبقى كاني جمعت بين 3 عمدان مع بعض. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هعمل 3 سلاسل ارتفاع. 1 2 3. هدخل جوه الحلقه دي وهكرر اللي انا عملته مره كمان. هبتدي اخد لفه على الابره كده وهدخل جوه الغرزه، اجيب خيط وارجع. معايا 3 حلقات، هاخد لفه واطلع من 2 بس واسيب الشغل ده كده معايا على الابره. هكرر مره كمان. هاخد لفه على الابره وهدخل جوه الحلقه اللي كونتها، اجيب خيط واطلع. بعد كده هاخد لفه واطلع من حلقتين بس. يبقى انا كده عملت عمودين مش كاملين. هاخد لفه مره كمان وهدخل جوه الحلقه، هجيب خيط واطلع. بعد كده اخد لفه واطلع من حلقتين بس. يبقى انا كده عملت معايا 3 حلقات مش كاملين. دلوقتي بقى هاخد لفه على الابره وهطلع من الحلقات اللي انا كونتها دي كلها. هاخد لفه على الابره وهطلع من كل الحلقات دي. يبقى انا كده عملت غرزه كمان كاني عملت جمع او تناقص في ال3 عمدان. ده بيكون شكلها كده. هطلع 3 سلاسل. 1 2 3. هكرر مره كمان زي ما كده احنا اتعودنا. هاخد لفه على الابره وهعمل 3 عمدان مش كاملين وبقفلهم كلهم في الاخر بغرزه واحده. هاخد لفه كده على الابره. العمود الاول اهو مش هكمله للاخر. العمود التاني مش هكمله للاخر، والعمود التالت مش هكمله للاخر. بعد كده باخد لفه على الابره واطلع من العمدان اللي عندي كلهم، وبعد كده بقفل ب3 غرز سلاسل ارتفاع. طيب عشان اخلص السطر الاول ده هشتغل ايه؟ هفضل اشتغل من الوحده دي او غرزه الكلاستر ده 6 مرات. يعني انا هكرر كمان. ده انا عملت 3 معاكم اهو، هعمل 3 كمان ونيجي نقفل السطر مع بعض. خلصت كده السطر معاكم بالشكل ده، وزي ما قلنا اشتغلنا 6 غرز بنفس الطريقه. ادي كده 1 2 3 4 5 6. عشان هقفل السطر بتاعي بقى هاخد غرزه سلسله. مش هقفل ب3 سلاسل زي ما بقفل كل سطر، لا هاخد غرزه سلسله. بعد كده هقفل في راس اول غرزه كلاستر بغرزه نص عمود علشان ابقى واقفه في نص الغرزه عشان ابتدي اطلع لسطر جديد واشتغل. يبقى انا بدل ما اقفل ب3 سلاسل لا هقفل بغرزه كده سلسله واحده بس، بعد كده غرزه نص عمود عشان تديني تقفيل شكله احسن. شايفين ازاي؟ فانا دلوقتي بقيت واقفه في نص الفراغ ده اقدر اشتغل على طول السطر الجديد. تمام. لو انا هشتغل الشغل كله بلون واحد يبقى انا هكمل السطور الجايه معاكم بنفس الشكل بنفس الطريقه. لو انا مثلا حابه اشتغل الوحده بتاعتي كل سطر لون يبقى انا هقص الخيط عادي، ممكن اقفلها ب3 سلاسل واقص الخيط وافنشه وابتدي امسك الخيط الجديد وابتدي اشتغل في اي فراغ من الفراغات اللي معايا دي.
طيب السطر الجديد هنعمل ايه؟ هنطلع سلسلتين ارتفاع زي ما بدأنا في البداية خالص، وهبتدي ان انا هشتغل هنا غرزة كلاستر. السلسلتين دول زي ما قلنا هنحسبهم معانا بمثابة اول عمود في السطر. هاخد لفة على الابرة وهدخل في الفراغ ده، شغلي كله هيكون في الفراغات بس. تمام، وهعمل عمود مش كامل، كمان مرة عمود مش كامل كده، كأن عملت 3 عواميد عشان زي ما قلنا السلاسل دي بمثابة عمود. بعد كده هاخد لفة على الابرة واطلع منهم كلهم. هاخد 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. هشتغل في الفراغ اللي بعده زي ما قلنا في الفراغات بس، كأني بشتغل بتزايد الدايرة العادي. كل فراغ هيقابلني هعمل فيه تزايد، يعني هعمل فيه غرزتين من غرزة الكلاستر دي. هاخد لفة على الابرة وهدخل في الفراغ ده وهشتغل غرزتين بنفس الطريقة كده. عمود مش كامل، مرة كمان عمود مش كامل، العمود التالت برضو مش كامل. ماشي، بعد كده هاخد لفة على الابرة واطلع من الحلقات اللي معايا دي كلها. يبقى انا كده عملت غرزة، اقفلهم ب3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. 3 سلاسل الارتفاع دي هي اللي بتكون لي الفراغات اللي ببتدي اشتغل فيها في السطور الجديدة. فاهمين ازاي؟ هاخد لفة على الابرة وهرجع هنا كمان في الفراغ ده هشتغل غرزة كلاستر مرة كمان. 3 عواميد مش كاملة بقفلهم مع بعض في الاخر بسحبة واحدة. ده العمود التاني كده، وده العمود التالت. تمام، بعد كده باخد لفة على الابرة واطلع من الحلقات اللي معايا كلها. يبقى انا كده عملت تزايد، اشتغلت غرزتين كلاستر في نفس الفراغ ده. هاخد 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3، واروح رايحه على الفراغ اللي بعده واكرر نفس الحاجه برضو هشتغل فيه غرزتين كلاستر. بعد طبعا كل غرزه ما انساش ان انا بطلع 3 سلاسل ارتفاع اللي بتكون لي الفراغ. تمام، 3 كده. ده العمود التالت، اخد لفه واطلع من الحلقات اللي عندي كلها، وبعد كده 3 سلاسل ارتفاع. انا كده عملت واحده بس في الفراغ ده، ارجع اعمل واحده كمان في نفس الفراغ. عمود 2 3، بعد كده اخد لفه واطلع منهم كلهم واقفل ال3 سلاسل، 1 2 3. هكمل السطر لحد الاخر بنفس الطريقه. كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه 2 لحد ما نيجي عند اخر السطر ونرجع نقفله مع بعض. خلصت كده السطر، ودلوقتي عندي اخر فراغ. اخر فراغ ده اللي انا بدات بيه في الاول خالص وكنت اشتغلت فيه غرزه كلاستر واحده بس. هرجع اعمل التاني عشان يكون فيه 2 زي كل الفراغات. تمام، هاخد لفه على الابره برده واشتغل عادي جدا. عمود مش كامل، عمود مش كامل، تالت عمود مش كامل. بعد كده اقفلهم كلهم مع بعض بالشكل ده. هنلاقي ان كل الفراغات اللي عندي فيها غرزتين. تمام، هطلع سلسله واحده بس ارتفاع عشان اقفل السطر، وهاخد لفه على الابره وهشتغل غرزه نص عمود في راس اول غرزه كلاستر انا اشتغلتها زي ما قلنا. بس احنا بنعمل كده عشان نكون واقفين في نص الغرزه لما نيجي نشتغل السطر الجديد. طيب السطر الجديد هشتغله ازاي؟ هطلع سلسلتين ارتفاع وهبتدي اشتغل ان انا هبتدي ان انا اشتغل اول غرزه عندي هنا كده نفس المكان بنفس الطريقه، غرزه كلاستر. عمود مش كامل، ده يعتبر كده العمود التاني عشان زي ما قلنا السلاسل الارتفاع اول عمود، وده كده العمود التاني، وده كده العمود التالت. هاخد لفه على الابره واقفلهم كلهم مع بعض. هطلع 3 سلاسل ارتفاع. التزايد في السطر ده هيبقى ماشي معايا ازاي؟ غرزه او فراغ فيه كلاستر واحد بس، والفراغ اللي بعده فيه 2، فراغ فيه واحده بس والفراغ اللي بعده فيه 2، زي تزايد الدايره العادي جدا. بس الفرق ان انا مغيره شكل الغرزه. يبقى الغرزه دي فيها واحده، يبقى الغرزه اللي بعدها فيها 2، واحده 2 واحده 2 لحد اخر السطر. المفروض ان اخر غرزه عندنا في السطر هيكون فيها غرزتين كلاستر. تمام كده، هشتغل بقى السطر كله لحد الاخر بنفس الطريقه ونفس الغرزه وارجع له. ما انساش ان انا بعد كل غرزه بعمل ال3 سلاسل الارتفاع اللي بتكون لي الفراغات الجديده. تمام، هخلص السطر وارجع له. خلصت كده السطر، والسطر ماشي معانا زي ما قلنا. فراغ بيكون فيه غرزه واحده بس، والفراغ اللي بعده فيه 2، فراغ فيه واحده بس واللي بعده فيه 2، واحده 2 واحده 2 لحد اخر السطر. اخر غرزه عندي في السطر او اخر فراغ فيه ال2 اهو. بعد كده بدايه السطر عندي واحده بس. تمام، هقفل السطر ازاي؟ هطلع برده غرزه سلسله، هاخد لفه على الابره واقفل بغرزه نص عمود في اول غرزه عندي. تمام، انا هكتفي بالتزايد، مش هعمل تزايد اكتر من كده. هبتدي بقى ان انا اشكل الزوايا بتاعه القطعه بتاعتي او الورده بتاعتي دي عشان ابتدي احدد القطعه السداسيه بتاعتي. طيب اول فراغ هيقابلني برده شغل هيكون في الفراغات عادي جدا. هطلع 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. دول كده عندي اول عمود في السطر. هاخد لفه على الابره وهعمل عمود عادي تاني في نفس المكان ده. دلوقتي هشتغل عمدان عاديه خالص. ادي كده عمود تاني، وهعمل العمود التالت في نفس المكان.
وادي العمود التالت. يبقى انا كده اشتغلت 3 عمدان عاديه خالص. هروح للفراغ اللي بعده وهشتغل فيه برضو 3 عمود، 1 2 والعمود التالت في نفس المكان. دلوقتي بشتغل عمدان عاديه، يعني انا مش بقفل العمدان مع بعض، لا انا بشتغل كل عمود لوحده عادي خالص. تمام كده. الفراغ اللي بعده اللي هو متكون من اللي هو فيه غرزتين كلاستر وبينهم فراغ، ده كده هكون فيه زاويه. الفراغات العاديه اللي لوحدها كده بس دي بشتغل فيها 3 سلاسل 3 عمدان. يبقى انا اشتغلت 3 عمود 3 عمود. هاجي عند الفراغ ده كده عشان ده هنا كده فيه غرزتين كلاستر في المكان ده، في الفراغ ده هكون فيه زاويه. هعمل ايه بقى؟ هشتغل 3 عمود. ادي كده العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث. انا كده عملت 3 عمود. بعد كده غرزتين سلسله 1 2 وهرجع في نفس المكان تاني نفس الفراغ وهشتغل فيه 3 عمود تاني. ادي العمود الاول والعمود التاني والعمود التالت في نفس المكان. يبقى انا كده كونت زاويه. شايفين واضحه معايا ازاي؟ ده كده ضلع ودي زاويه. تمام. هروح رايحه على الفراغ العادي اللي بعده واشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده فراغ عادي اهو، هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. ماشي. الفراغ اللي بعده بصوا الفراغ ده مكون من ايه؟ فراغ طالع بين غرزتين كلاستر طالعين من فراغ واحد. فاهمين قصدي ايه؟ اهو الفراغ ده كده هشتغل فيه زاويه، هعمل فيه 3 عمود، 1 2 3. بعد كده هعمل غرزتين سلسله وهرجع اعمل 3 عمود تاني في نفس المكان، 1 2 3. كده انا كونت زاويه كمان بالشكل ده كده. بين كل زاويه وزاويه بيكون في فراغ او فراغين بيبقى فيهم اللي هما ال3 عمدان العاديين، وبعد كده بكون زاويه. يعني هنا كده زاويه اهي، بعد كده فراغين في 3 عمود عادي، بعد كده زاويه. هقابل هنا كده فراغين فيهم شغل عمدان عاديه، الفراغ ده والفراغ ده. هلاقي اللي بعدهم هنا كده الدور على زاويه. فاهمين؟ يبقى هنا كده هنا 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده هيكون زاوية، هعمل فيه 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3. بعد كده سلسلتين وهرجع اعمل 3 عمود تاني في نفس المكان. والتالت في نفس المكان. هوصل بس الخيط واكمل الشغل. يبقى احنا فهمنا ازاي هتمشي معانا بقيه القطع. الفراغات اللي هي عاديه دي بشتغل فيها 3 عمود بس، والفراغات اللي هي طالعه من تكوين غرزتين كلاستر مع بعض دي بشتغل فيها زوايا. هكمل بنفس الطريقه لحد اخر السطر ونرجع نكمل. خلصت كده السطر اهو بالشكل ده، ودلوقتي المفروض ان انا هقفل السطر. لازم بس الاول قبل ما اقفل السطر اتاكد ان انا عندي 6 زوايا. ادي كده زاويه اهي، اخر غرزه عندي في السطر او اخر فراغ كان عندي كان في زاويه، كونت فيه زاويه. ادي كده زاويه 2 3 4 5 6. تمام. هقفل بقى بغرزه منزلقه في اول سلسله من سلاسل الارتفاع. تمام بالشكل ده كده. دلوقتي هطلع سلسله واحده بس للسطر الجديد،
والسطر ده هيبقى عباره عن غرز حشو. همشي على كل غرزه بتقابلني غرزه حشو واحده بس، ابتداء من اول غرزه كده انا طلعتها في غرزه السلسله، هاجي كده واعمل اول غرزه. العمود اللي بعده هشتغل عليه غرزه حشو. دلوقتي انا بشتغل عادي في راس العمدان، يعني مش بشتغل في فراغات او اي حاجه، لان انا مش مكونه فراغات في السطر اللي فات. يبقى كل غرزه بتقابلني هشتغل عليها غرزه حشو واحده بس لحد اخر السطر. وده كده بيكون اخر سطر عندي في الوحده. بعد ما بلفها كلها بغرز الحشو ببتدي ان انا بقى اقص الخيط الزياده واقفله، ونرجع نشوف شكلها مع بعض عامل ازاي. وده كده الشكل النهائي الوحده بتاعتنا بعد ما خلصت. هي طبعا سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد معاكي اي وقت. تقدري تتحكمي في درجات الالوان زي ما انت عايزه، تعمليها بلون واحد، تعمليها باكتر من لون زي ما انت حابه. وطبعا زي ما قلنا خامه الخيط دي بترجع حسب التصميم اللي انت هتستخدمي فيه الوحده بتاعتك. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واعملوا اشتراك في القناه عشان تشوفوا معانا الفيديو الجاي. باذن الله هندخل الوحده بتاعتنا في تصميم حلو قوي لشنطه كروشيه، باذن الله يعجبكم. اشوفكم على خير قريب في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.